يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. الفيديو النهارده بقى جديد جدا، وهنتكلم مع بعض على شوية حاجات كده، وهحكي لكم كمان الحكاية اللي انا كنت بقولها لكم. قبل ما ابدأ الفيديو، لو لسه جديدة عندي في القناة ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تحطي لايك. متنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا احنا اول ما صحيت الصبح انا بحب افتح الشبابيك واهوي بقى الدنيا وكده. ده كان الوقت الساعة 6:30 الصبح. بحب قوي قوي الجو بتاع الصبح دوت، بيبقى بقى لسه اللي هو جو نضيف كده ومفيش بقى العربيات والكلام دوت. آه زي ما انتم شايفين كده، دي العماير بقى اللي في وشنا وكده. الجو كان هوا جدا ساقع. آم، طبعا الشوارع دلوقتي كلها فاضية لان دلوقتي مفيش مدارس عامة، يعني عشان امتحانات العملي وكده. حبيت ان انا اخد معاكم جولة كده النهاردة ان شاء الله. وفي اول ما صحينا من النوم، وانا حاليا في شقة اختي، وهنبدأ بقى اللي احنا نوضبها لان لسه جايبة العفش وكده، كانت نقلة. فلسه بقى بنوضب فيها وبننضفها وكده وبنظبط الدنيا فيها. نبدأ بقى مع بعض في القصة بتاعتنا اللي انا كنت قايله لكم اللي احنا هنحكيها. كانت قصة واحد وواحدة. هحكي لكم من اول حاجة، من اول الحكاية خالص. ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات مين الغلطان او مش مين الغلطان وكده. كان في واحد، تمام. كان حابب اللي هو عاوز بقى يخطب وكده. فزي ما احنا عارفين بقى وكده، فبيسأل مثلا اهله او اهله مثلا بيجيبوا له عروسة وكده. فاهله جابوا له عروسة وكده، فحب اللي هو يروح يشوفها. هو اول ما شافها عجبته والدنيا تمام وكده. هي كانت رافضة في الاول، كانت رافضة خالص، وقالت لا انا مش عايزاه والكلام دوت. وبعد كده عدى يومين 3، باباها قال لها صلي صلاة استخارة وشوفي وكده. بعد ال3 ايام صلت 3 ايام ورا بعض صلاة استخارة. فوافقت على طول وقالت لا خلاص انا موافقة والدنيا ديت وكده. فطبعا لما هي وافقت وكده، ربنا كرمهم، اتخطبوا. خلال 3 شهور اتجوزوا، ما قعدوش بقى طبعا اللي هو سنة و2 والكلام دوت مخطوبين. اتجوزوا. وبعد كده كانوا عايشين حياة سعيدة جدا جدا جدا، يعني كانوا يعتبر اللي هم اسعد 2 في البيت. هو كانوا قاعدين في بيت عيلة، كانوا بيحبوا بعض قوي قوي، يعني فوق ما تتخيلوا. كانوا كله يقعد يقولوا عليهم هما الاتنين عمرهم ما يفرقوا ببعض. حبوا بعض قوي. كانوا دايما خروجات وفسح، وكانت عايشة حياة سعيدة جدا جدا. ربنا طبعا كرمها بالأولاد، خلفت. وعيالها بدأوا اللي هما يكبروا. وعدى سنة و2 و3 و4 و5 و6، وهم كانوا كويسين مع بعض مفيش أي مشكلة. بعد كده بدأت اللي هي المشاكل بدأت تحصل. هي طبعا ما اتغيرتش خالص، كانت بتعمل اللي هي كانت بتعمله برضو الاول، وطريقة الكلام مثلا وطريقة اللبس وكل حاجة. فبدأ اللي هو يوجعها بالكلام، بدأ اللي هو يكسرها بالكلام. كانت هي مستغربة جدا من رد الفعل. قالت مثلا يمكن الشغل، يمكن ضغوط الدنيا، الحياة، الكلام دوت، المصاريف، مش عارفة ايه. بدأ اللي هو للأسف يزيد فيها. فجت بعد كده فضلت قعدت تتكلم معاه شويه. انت ليه بتعمل كده؟ انت ليه مش عارف ايه والكلام دوت. ما كانش بيرد عليها. بعد كده هي بدأت اللي هو طب اعمل ايه، طب اعمل ايه. كلمت مامته وكلمت اخواته. طبعا مامته واخواته لا، ده كويس، انت هتطلعي فيه كلام ومش عارفه ايه والكلام ده، محدش صدقها خالص. بدأت اللي هو بدأ يضربها. لان هي كانت بترد عليه، مش بترد عليه اللي هو بغلط، لا. يعني ما كان يكلمها وكده كانت بترد مثلا تقوله انت ليه بتعمل كده ومش عارفه ايه، والصوت العالي بقى وكده، فكان بيضربها. كانت بتروح لباباها
وبعد كده باباها اول ما بيشوفها وكده المفروض كان يعمل ايه؟ باباها يجيب مثلا جوزها ويقعدوا، انت ليه بتضربها، انت ليه مش عارف ايه والكلام ده. لا، باباها ما كانش بيعمل كده. باباها كان يقول لها البنت ملهاش غير بيت جوزها، وكان بياخدها باباها ويروحها. وده كان اكبر غلط للاسف، لان ما كانش ينفع يحصل كده. ما كانش ينفع، كان المفروض يجيب الزوج ويقعدوا قصاد بعض ويتكلموا وكده. باباها فضل مرة واتنين وتلاتة واربعة وعشرة يعمل الموضوع ده. عايزاكم كمان تكتبوا في الكومنتات، هل الموقف بتاع الاب دوت غلط او صح؟ جه بعد كده راح آه روحها. فضل برضو اللي هو جوزها طبعا ساق فيها، اللي انا مهما اعمل فيكي انتي بتروحي وابوكي ايه بيرجعك، وده طبعا اكبر غلط. طيب العمل ايه دلوقتي؟ فضلت البنت مستحملة. جوزها جاب لها شقة تاني، انا عشان اختصر بعيد عن بيت العيلة والكلام ده. راحت الشقة التانية وكده. بدأت اللي هي تهتم بشقتها وتهتم بنفسها تاني ومش عارفة ايه والكلام ده. بدأ اللي هو يحبط فيها تاني وتالت. اهله كانوا يجوا، كانوا يقعد برضو يحبط فيها ويكسفها قدامهم. بدأت البنت اللي هي خلاص بقى اللي هو انا بحبك وكل حاجة، بس انت خلاص بدأت اللي انت تقفلني. طيب تقفلني ازاي؟ ان انت طريقة كلامك واسلوبك معايا بدأ يقفلني خالص. طيب عملت ايه البنت؟ كلمت حد من اصحابها، حكت لهم على المواقف والحاجات اللي بتحصل دي. قام ردت قالت لها طب اقعدي معاه بالراحه وكلميه وافهمي منه، وقولي له ليه اتغيرت كده، طب انا عملت ايه، طب انا مش عارفه ايه، وشوفي الدنيا وردي على ايه واتناقشوا مع بعض وكده. جت البنت سمعت كلام صاحبتها، دخلت فعلا وقعدت تتكلم معاه وكده، وقعدت تقول له انا عايز اعرف ايه السبب وليه عملت كده. طب انا عملت لك ايه، طب انا مش عارفه ايه. قاعد يقول لها بقى مفيش حاجه، انتي بتاع دوت، انت تعملي نفسك فاهمه، انتي جاهله، انتي مش عارفه ايه. وفضل اللي هو يقول لها كلام وحش ويوجع. المهم جه في يوم من الايام البنت قالت له بص، انا مهما بحبك ومهما ما اقدرش ابعد عنك، بس خلي بالك القلب لما بيتكسر ما بيرجعش تاني. قال انت تعملي نفسك واحده، انت تعملي نفسك فاهمه، انت مش عارفه ايه، انت حافظه لك كلمتين هتقوليهم. وخد للاسف الموضوع كله باستهزاء. قال لها انت هتعملي نفسك واحده، انت هتعملي نفسك فاهمه، انت. فطبعا انهارت من العياط. فلقيتها بتقول له على فكره دي قصه واحده صاحبتي تمام عشان حقيقيه. فطبعا ردت قالت له انت هتفضل تكسر فيا كده، انت هتفضل تستهزأ بكلامي، بس خلي بالك انت مش انت هيجي وقت وهتعرف ان انت عملت كده. المهم طبعا استهزأ بالكلام بتاعها وفاكر اللي هو ايه اللي هي بقى بتتكلم كده وخلاص. فجه يوم من الايام بدأت البنت اللي هي ديت تختصر خالص. اعصابها تعبت، نفسيتها تعبت، نفسيتها بقت صفر. بدأت اللي هي تختصر خالص. جه استغرب. البنت ديت قعدت خلاص، سابت الأوضة بتاعتها، قعدت مع بناتها. بقت خلاص كده اللي هي قالت انا هعيش لنفسي ولعيالي. فطبعا راح هو استغرب. بدأ اللي هو يقول لها ليه، في ايه ومش في ايه. فطبعا هي ما كانتش بتتكلم خالص. قعدت فتره كبيره جدا ما بتتكلمش حرفيا، ما بتردش على اي حد على الواتساب، على الفيسبوك، ما على اصحابها، على اهلها، عامه ما كانتش بترد على حد خالص. فجه بعد كده لما قعدت فتره كبيره كده، حتى الاكل ما بقتش تعرف تعمله زي الاول خالص، ما بقاش ليها نفس لاي حاجه. للاسف نفسيتها باظت. فجه بعد كده جه كلمها دخلها، فقال لها في ايه ومش في ايه. قالت له مفيش حاجه. قال لها لا انا عايزه اعرف في ايه، طب تعالي، طب تعالي نخرج، طب تعالي مش عارفه ايه والكلام دوت.
فضل اللي هو يعمل كده. فطبعا راحت قالت له لا انا مفيش حاجه، بس سيبني انا دلوقتي لوحدي، انا مش عايزه اتكلم اي حد. قعد يقول لها طب تعالي نخرج، طب تعالي مش عارفه ايه والكلام دوت. طبعا هي خلاص نفسيتها بقت متدمره حرفيا، نفسيتها بقت صفر، خلاص ما بقاش لها نفس لاي حاجه. فطبعا هو مستغرب ايه اللي ايه ليه عملت كده. هو كان فاكر اللي هو مهما اكثر فيها ومهما احبط فيها فاللي هي برضه هتفضل تكلمني والدنيا هتمشي عادي والحياة هتمشي عادي. للاسف ما يعرفش ان القلب لما بيتكسر ما بيرجعش تاني. زي انا عايزه اقول لكم، انا القلب ده بشبهه بحاجه، بشبهه بالكوبايه. الكوبايه الازاز لما بتقع تتكسر، بتعرفوا اللي انتوا تلزقوا الكوبايه وتلموها تاني وتلحموها وتشربوا منها؟ لا، الكوبايه لما بتتكسر خلاص شكرا على كده، ما ينفعش تتلم تاني ولا هترجع تاني. نفس النظام القلب لما بيتكسر ما بيعرفش يرجع تاني. القلب لما بيشيل وبيكره ما بيعرفش يرجع تاني. ليه؟ ليه؟ طب ما كانت معاك كويسه من الاول. يا جماعه قولوا لي بجد في الكومنتات مين اللي غلطان. هي كانت معاك كويسه وكانت بتتمنى لك الرضا ترضى، جيت انت عليها وجيت اذيتها كتير. ليه عملت كده؟ ده جزاتها، ده جزات الحب اللي هي كانت بتحبه لك. طبعا هو مستغرب جدا، فاكر اللي هي عادي بقى اوريدي هتعيش حياتها عادي وهترجع تتحايل عليه تاني عشان يصالحها وكده. طبعا البنت خلاص نفسيتها اتدمرت وقلبها اتكسر. فضلت كده. عايزه اقول لكم هي بقى لها حوالي بالظبط 7 سنين على النظام ده، هو مع نفسه وهي مع نفسها. لحد ما اللي هي جه وقت هي نفسيتها خلاص اتدمرت، فقالت لا انا خلاص انا عايزه اتطلق. جت طبعا راحت لاهلها وكده. طبعا اهلها لا ازاي ومش ازاي، انت لسه صغيره تتطلقي ازاي، انت بتقولي ايه، ده انت معاكي عيال ومش عارفه ايه والكلام دوت. طبعا بصوا هقولكوا على حاجه، هما الاهل بيخافوا على البنت عامه، بس ما يعرفوش الحكايه، ما يعرفوش الوجع اللي هي موجوعة ايه، ما يعرفوش الأذى اللي هي كانت مأذية بيه. أهلها عايزينها اللي هي تبقى متستتة ومتسترة وكل حاجة تمام، مفيش أي مشكلة، الكلام ده كله كويس جدا. بس هي خلاص بيبقى في أوقات اللي هو خلاص الدنيا قفلت، مش عايزة كلام، خلاص اللي هو ال خلاص الدنيا قفلت بينهم، الدنيا قفلت، استحالة اللي هي تفتح تاني، استحالة اللي هي تدي نفسها فرصة تاني. فضلت طبعا الناس عماله تكلمها وتهدي فيها، طب ادي نفسك فرصه، طب ادي نفسك مش عارفه ايه، طب هيرجع كويس ومش عارفه ايه والكلام ده. طبعا هي عملت زعلة وغضبت وكل حاجه، قعدت حوالي 3 4 5 شهور وفي الاخر رجعت. قالوا لها تتغير ومش عارفه ايه والدنيا هتبقى تمام وما تخافيش والكلام ده كله. للاسف ما كانش اتغير ولا اي حاجه. للاسف ده رجع اسخن من الاول، بدأ اللي هو يحبط فيها تاني وتالت وعاشر. راحت عملت برضو، راحت عند اهلها برضو قعدوا يصمموا ويعملوا. دلوقتي بقى للأسف هي خلاص راضية بالأمر الواقع، بقت مع نفسها، مش عايزة تكلم حد، مش عايزة تخرج، مش عايزة تشوف حد، مش عايزة أي حاجة. فاللي هو خلاص انا كل ما اروح لاهلي يقولوا لي كذا واجي هنا هو بيعاملني كذا. البنت بجد نفسيتها متدمره جدا جدا جدا. هي نفسها اللي هي عايزه تعيش حياتها لوحدها، عايزه تكمل مسيرتها مع عيالها لوحدها، لان هي خلاص نفسيتها وقفت منه ومش حابه اللي هي تكمل معاه اصلا.
هي للأسف مش حابة تكمل معاه. خلاص خلاص بجد، تعبت 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 تعبت. يا ترى دوت ايه؟ عايزاكم تقولولي، مثلا تكتبولي في الكومنتات، هل دي عين ولا هل ديت ايه بالظبط؟ انا بصراحه انا عامه انا بقول لهم دي عين، العين فلقت الحجر. خلي بالكوا ديت عين، عين اللي هي خلاص، اللي هي نفسيتها المدمره. وقعدوا يقولوا هما الاتنين هما الاتنين هما الاتنين لحد ما هما افترقوا عن بعض، مع ان كانوا بيحبوا بعض قوي قوي قوي، كانت روحهم في بعض. والله العظيم اسألوني، انا كنت بشوفهم بعينيا روحهم في بعض، ما كانش ليهم حد، يعني كل حاجة ليهم هما الاتنين مع بعض. كانوش يكلموا حد ولا يحكوا حاجة لحد، كانوا يحكوا لبعض ويكلموا بعض ويفضلوا على طول مع بعض. حتى وهو في شغله كان بيفضل معاها. معرفش ايه اللي اتغير. هي حزينة على فكرة، هي بجد حزينة. هي جالها يأس من الحياة، هي جالها يأس من الحياة، ما بقتش مقتنعة بأي حد، وبقت تخاف من أي حد، وبقت تكره أي تعامل مع أي حد، حتى لو في شغل أو في أي حاجة. البنت بجد نفسيتها تعبانة جدا. هي حاليا انفصلت، هي حاليا انفصلت عنه، معاها الأولاد هي اللي بتربيهم، وهو ولا فارق معاه خالص، بس هي نفسيتها اتكسرت. هو انا حتى بقولها وانتي لسه بتحبيه؟ مجرد ما حد بس بيجيب اسمه او سيرته ما بتبقاش طايقة اصلا خلاص نفسها. هي شبه اللي هي نسيته، نسيت كل حاجة، زي ما هو نسي كل حاجة حلوة هي عملتها معاه، هي كمان نسيت كل حاجة. الحاجة الحلوة الوحيدة، الحاجة الوحشة هي اللي بتفتكرها. محدش هيفتكر الحلو، الوحش غطى على الحلو خلاص. لو عملت حاجة حلوة قصادها كانت حاجات وحشة 10 و20 و30 و1000 ومليون. مش عارفة يا جماعة، يا جماعة عايزة اقولك على حاجة. اما تلاقي حد، لما تلاقوا حد بيحب حد، يعني ما تفرطوش فيه بجد. ما بقاش فيه حب دلوقتي حقيقي. الحب الحقيقي دوت بيبقى نادر جدا، حب بدون مصالح، حب بدون اي حاجة. اللي بيحب فعلا من القلب بيبان من المواقف وبيبان من كل حاجة. يا جماعة ما تقسوش على بعض، خليكوا كويسين مع بعض. القلب لما بيشيل بيشيل، القلب لما بيكره بيكره. والله لو عملتوا ايه، القلب طالما كره خلاص. خلي بالكوا، خلي بالكوا من اي حد بيحبكوا بجد، خلي بالكوا من اي حد عايزكوا في حياته. في ناس كتيرة جدا كويسة، في ناس كتيرة جدا بتحب قلبها، بتحب بدون مصالح، بدون اي حاجة. اسمعوا مني بجد، خلوا بالكم من الناس اللي بتحبكم، خلوا بالكم من الناس اللي بتحبكم. دي كده كانت القصة بتاعتنا النهاردة. يا ريت تكتبولي في الكومنتات مين الغلطان، الزوج ام الزوجة ام الاب؟ الزوج ام الزوجة ام الاب؟ انا عامة انا بقول الاب. ليه؟ الاب بيبقى حابب اللي بنته تتستر وحابب ما يبقاش فيه مشاكل، بس استنى، انا هقولك على حاجة. كل ده حلو، بس انت لازم كنت تعمل كرامة لبنتك. لما زوج البنت يلاقي بنته بتتضرب، لما زوج البنت لما يضرب مراته ويرميها وهي تروح لاهلها ويروح ابوها يرجعها، طب ما انا كده جوزها هيهيس فيها وهيزود فيها، وهيقول لها انت كده مفيش حد بيقف وراكي، مفيش حد هيدافع عنك، مفيش حد هيدافع عنك. طب ده ينفع يا جماعه؟ يا جماعه ما ينفعش. لازم البنت في بيت جوزها، لازم جوزها يعرف اللي وراه رجاله، وراها رجاله، وراها اب وخال وعم واخ وكل حاجه. ما ينفعش بجد، ما ينفعش. لازم الاب يبقى ليه وقفه. انا بالنسبه لي انا بغلط الاب، يمكن الاب لو كان عمل وقفه من الاول وعرفه ان انا بنتي ما تمدش ايدك عليها، ولو غلطت تجيبها لي هنا انا اربيها، ما كانش الابن عمل كده، ما كانش الزوج عمل كده. يمكن الزوج عمل كده عشان ما لقاش حد وراها، ما لقاش حد بيدافع عنها، فاللي هو اللي انا هعملها يوم كويس وعشرة لا. لو ده ينفع؟ كان يجي يوم يعملها حلوة قوي قوي، وبعد كده يعملها معاملة ايه ده؟
عاملها معاملة اللي هو يا ريت شغالة. ده الشغالة هتتعامل احسن منها. فانا مش عارفة يا ترى مين الغلطان، هي أم الاب، ام الزوجة، ام الزوج. يا ريت يا جماعة تكتبولي في الكومنتات، يا ريت بجد تكتبولي في الكومنتات مين الغلطان فيهم. انا عايزة اقول لكم الحب ده حاجة حلوة قوي، الحب ده حاجة حلوة جدا. يا بخت يا بخت يا بخت اللي يلاقي حد يحبه وما يفرطش فيه بجد، خصوصا اللي بيحب بدون مصالح بجد. ودي كانت الاول قصة بتاعتنا. يا ريت تكتبولي في الكومنتات مين اللي غلطان. وهقول لكم بقى على قصة تاني حلوة جدا، قصة برضه حقيقية. خلوا بالكم انا القصص كلها هحكيها لكم حقيقية، مش هحكي انا قصص خيالات والكلام ده، لأ، قصص حقيقية جدا. القصة الحقيقية تعالوا بقى. انا اسفة. تعالوا ندخل بقى على القصة التانية بتاعت البنت الجميلة الأمورة اللي الدنيا ظلمتها وجت عليها. ايوه الدنيا ظلمتها وجت عليها. هقول لكم، كان في بنت اتعرفت على حد، حبته قوي، اتعلقت بيه قوي قوي قوي، وثقت فيه اكتر ما هي بتثق في نفسها. انتوا متخيلين في حب بالشكل ده؟ ما اظنش اللي في حب بالشكل ده الايام دي. الحب الايام دي كلها بتبقى مصالح، مصالح بتتصالح زي ما بيقولوا. لا، هي حبته قوي قوي قوي، هو طبعا حبها برضو جدا 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 فوق ما تتخيلوا. حبها قوي، وبدأ اللي هو يقرب منها جامد جدا. ما بقوش يقدروا يستغنوا عن بعض. بصوا هنا. هكمل لكم باقي القصه. هنا انا كنت بصور ولقيت بنتي قاعده بتذاكر وكده، قلت لها تعالي تعالي كده اما نشوف كده شكل الكتب كده حله عامله ازاي، ولا بتذاكري ازاي، ولا انت قاعده بتلعبي وانا ما اعرفش. ورتني بقى الكتب وكده، وقالت لي لا والله يا ماما انا قاعده بذاكر وكده. تمام. طب بصوا انا هفرجكم على الشقه، وبعد كده هنكمل باقي القصه، البنت الجميله والشاب الامور. دي كده الصاله، طبعا فيها آية قرآنية سورة الإخلاص من أجمل السور. دي الصالة محطوط فيها البرواز القمر الجميل دوت الكبير ده. الصالة احنا لسه مبيضينها، انا اللي كنت منقيه اللون ده لاختي. انا بحب لون الموف اللي هو الهادي خالص ده، شكله لذيذ جدا على فكرة وشكله جميل جدا. دي كده سفرة. آه وداخلين دلوقتي كده اهوت، ده كده طرقة المطبخ اهو. ده المطبخ كده، بس هي عشان اختي كانت واقفه معرفتش اوريدي اصور عدل. ده كده المطبخ بالرخامه بتاعته، مطبخ الالمونتال. ده القطعه اللي هي فوق. دي كده القطعه اللي هي فوق. تمام. وهناك ديت المطبقيه، وادي الحوض، وادي البوتاجاز، وادي المطبخ.
وادي دي كده الاوضه، لسه حاطين بقى فيها طبعا الشنط والكراكيب وكده. وده كده الحمام، حوض وبانيو والحمام والمرايه، ولسه هنركب بقى الستاره، ولسه هنصب الحوض والحمام. ده طبعا الشباك والشفاط والغاز، بيبقى هيعوز سخان غاز اهو بالشكل ده كده. بصوا كده اهو، تمام اهو بالشكل ده كده. دي كده طرقة كبيرة بتخرجنا من اوضه النوم للحمام للمطبخ، وهتخرجنا دلوقتي اهوت في الصالة. هنخش في الأوضة اللي هي في الوش بقى ديت. دي كده اوضة الاطفال، لسه برضو ما فرشناهاش، بس الستارة متركبة، ودي الشبابيك بتاعتها. آه هنا بقى كانت برضو بنتي قاعدة برضو بتذاكر، سنة تانية، حاطة بقى الورق وحاطة الكتب، بتذاكر بتلعب بقى. عايزة اقول لكم يا جماعة بجد والله العظيم، آه الموضوع اللي انا كنت بقوله لكم دوت، آه يعني الحب ده بيبان، بيبقى فعل مش كلام. الكلام كتير، يعني الكلام مفيش اسهل منه، اهم حاجة الفعل والمواقف. في مواقف بتبينلك اللي صاحبتك دي بتحبك قوي قوي، وفي مواقف بتبينلك اللي هي بتحبك، بس بتحبك مش اللي هو حباك الخير، لا هي كده عايزاك اللي هو معاها وخلاص. في مواقف والله انا عامه في موقف حصل معايا، وقعت في مشكله كبيره جدا. المشكله دي عرفتني مين فعلا معايا كشكل ومين معايا كحقيقه. على فكره الموضوع دوت بيبان جدا اما تقعي في مشكله وتشوفي مين هيحلها معاك وهيقف جنبك، او مين اللي هيتكلم وبعد كده هيلاقي في الموقف اللي هو يعني خلاص بقى دخلنا في الجد اللي هو بقى ايه، هيخلع بقى وهي هتخلع. فده كده اعرفوا اللي الناس ديت عدد وخلاص. ما تفرحوش بعدد الاصحاب وعدد الحبايب، ده انا ناس كتيره بتحبني، لا. ما في ناس بتحبك بس اللمه الكدابه دي وحشه. في ناس بتحبك بس بتحبك اللي هو حباك الخير، حبالك كل حاجة. وفي ناس بتحبك اللي هو متضايقة منك، اللي هي عايزة تأذيكي بأي طريقة، مش عايزة تشوفك كويسة دايما. وممكن يكون شخص واحد يغنيك عن العالم كله، أخ وأم وأب وأخت وزوج وحبيب وكل حاجة. يعني ممكن شخص واحد يغنيك عن العالم كله، وممكن يبقى معاكي مليون شخص وبنحبك واحنا معاكي ومش عارفة ايه، وفي الاخر كلهم كدابين. معاكي منظر، معاكي كشكل بس. فخلي بالكوا بجد والله من الاصحاب والحبايب، لان في بيبقوا معاكي وانتي فرحانة ومبسوطة ومعاكي وكل حاجة وفي الحاجة الحلوة. لكن لو وقعتي في يعني لو وقعتي في مشكلة او وقعتي في حاجة، بيبدأوا اللي هم ولا اكنهم يعرفوكي، ويبدأوا اللي هم يتجاهلوكي كمان. على طول علمي واعملي بلوك.
عاي... عايزة اقول لكم كمان على حاجات. اعرفوها، هقول لكم على كذا حاجة كده تعرفوا الناس ديت بتحبكوا عشان مصالح، ولا بتحبكوا اللي هي خايفة عليكوا وهتفضل معاكوا طول العمر. طيب هتقولوا لي ايه هي؟ هقول لكم اول حاجة. اختبري اول موقف هقول لكم تعملوا ايه. اختبري مثلا اللي قدامك او صاحبتك او حبيبتك او حبيبك او اي حد انت فاكره ان هما بيحبوكي. اختبريهم مثلا، قولي لهم مثلا ده انا معايا مشكله والامر حصل واحد اتنين تلاته وعايزاكم تبقوا معايا والكلام ده. عارفين في الوقت ده شوفي مين هيقولك لا احنا معاكي، وشوفي في ايه واحنا ومش عارفه ايه، وفي اللي هيقولك لا خلاص وهيختصر ومش هيسألك اصلا او هتسألك او اي حاجه. في برضو مواقف كويسة جدا. انا محتاجة مثلا مبلغ كذا وهديهولك يوم كذا. في لو فعلا ديت بتحبك بدون مصلحة وبدون اي حاجة هتقولك خدي وهتقف جنبك وهتساعدك. لكن في ناس اللي هي تبقى عايزة منك انتي اللي هتقولك لا، لان هي عايزة تاخد منك مش عايزة تديكي. في مواقف كتيرة جدا على فكرة والله العظيم بتبين الناس الكويسة من الناس اللي مش كويسة. ومش عشان لقينا حد مش كويس يبقى الناس كلها مش كويسة، لا في ناس كويسة جدا. في ناس بتحب من قلبها، في ناس بتحب بضمير، في ناس بتحب بدون مصالح. في ناس ما بتعرفش توجع، ما بتعرفش تكسر الخاطر، ما بتعرفش تكسر القلب. لكن في ناس لا بيكسروا وبيوجعوا، زي القصة اللي انا حكيتها لكم. لا في ناس فعلا بتوجع وبتكسر الخاطر كمان. فدي حاجة وحشة جدا جدا يا جماعة بجد والله. حافظوا على الناس اللي بتحبكم من قلبها، حافظوا على الناس اللي بتحبكم من غير مصالح، من غير اي حاجة. اعرفوا مين بيحبك ومين مش بيحبك، مين بيحبك بمصالح ومين مش بيحبك بمصالح. دي كانت الفكرة بتاعت الفيديو بتاعت النهاردة. وزي ما قلت لكم القصة الاولانية اعرفوا لي مين الغلطان، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، لان كسرة النفس وكسرة الخاطر وحش. دلوقتي بقى يا جماعه ايه زي ما انا قلت لكم. انا النهارده الفيديو كان ملخبط كده في كل حاجه. الفيديو النهارده كان كذا قصه على كذا حكايه، ووريتكم طبعا الشقه بتاعت اختي اللي احنا لسه بقى بنوضب فيها وبنفرش فيها. وكل سنه وانتم طيبين، وهتبقى ان شاء الله سنه سعيده عليكم يا رب وعلينا يا رب وعلى جميع حبايبكم. وان شاء الله اللي انتم معرفتوش تحققوه السنه دي تحققوه السنه الجايه. وربنا يكرمكم ويرزق كل مشتاق ذريه الصالحه باذن الله. تعالوا بقى نتكلم في حته في موضوع المدارس. موضوع المدارس تقييمات. بجد الناس كلها بتشتكي منها بسبب اللي هما مفيش، العيال مش عارفين ياخدوا اجازة او يقعدوا او الكلام ده.
صعبة جدا بصراحة، وفي نفس الوقت على فكرة حلوة، يعني هي حلوة ووحشة في نفس الوقت. هي حلوة اللي هما بيشجعوا العيال اللي لازم تذاكروا عشان الأعمال وكده، ووحشة اللي هو عشان خاطر فيش اجازات، مش عارفين ياخدوا راحتهم. ده المطبخ انا كنت بصوره لكم، بصوا شكله. ده كده هو المطبخ بتاعنا، ده البوتاجاز، ودي كده طرقة في المطبخ فرشين فيها سجادة. عايزة اقول لكم الجو على فكرة سقعة 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 يعني. الجو دوت يا جماعة عاوز ايه بقى؟ عايز حلة محشي، او عايز معلش عشان عندي برد والله، عاوز حلة محشي، او عايز شوربة عدس، يعني انتوا فاهميني. الجو صعب قوي بجد، يعني الجو وحش. دي كده هي دي الأوضة التانية، محطوط برضو فيها لسه بقى الشنط والحاجة عشان خاطر لسه هنوضب وهنفرش وكده اهو. دي كده بصوا الحاجة كلها مرصوصة عشان خاطر بس ايه لسه ايه هنوضب يعني وكده. انا حبيت بس اصور لكم وتبقوا معايا خطوة بخطوة. دي كده الأوضة بتاعت الأطفال، في قلبها شباك، ده حديد، احنا عاملين الحديد ده عشان خاطر طبعا الأطفال وكده، لأن الشباك واطي. فبصوا الحديد دوت مقفول، يعني حلو جدا يحمي الأطفال اهو. بصوا كبير ازاي الحديد، عشان خاطر السرير تحت الشباك على طول، ودوت أكبر غلط أصلا لو طفل فتح الشباك أو أي حاجة. عشان كده احنا حبينا وعملنا اللي هو الحديد دوت، عشان خاطر بعد الشر يعني ايه ما يحصلش حاجة وحشة وكده. كده احنا خارجين اهو من الأوضة وداخلين في الصالة. الصالة حطينا فيها السفرة وحطينا فيها النيش، لسه طبعا هنرص النيش، وهصور لكم وانا برص النيش كوباية كوباية، واقول لكم على شوية رصات وافكار تجنن بجد والله، حلوة جدا. معلش الواحد عنده برد بقى، الجو شتا وسقعة. ده كده مفرش السفرة، احنا بنرفع الازاز بتاع السفرة ونبدأ نحط المفرش على الخشبة، وبعد كده نحط الازاز عليه من فوق. خلاص كده احنا قربنا بقى نشطب وقربنا نخلص، وهصور لكم ان شاء الله بقى لما نخلص والشقة تتفرش، وهيبقى شكلها هيعجبكم جدا جدا. ولسه الستاير هنعلقها، ولسه الانوار، ولسه اللي هي الاباجوره ديت اللي هي الكشاف دوت اللي بيبقى في الحيطه، الاباليك. ولسه كراسي السفرة هتتفرش، والانتريه جايبين له فرش وكسوة لسه هيتفرش. هتعجبكم حاجات حلوة كتيرة جدا على فكرة.
يا رب يا رب يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. انا عارفه اللي هو تقيل شويه وكتير، بس احنا حكينا كذا قصه، واكتبوا لي بقى في الكومنتات اول قصه مين اللي غلطان، واكتبوا لي فعلا الحب بيبقى كلام ولا بيبقى فعل. الكلام بيتقال كتير جدا، الكلام مفيش اسهل منه، اهم حاجه الفعل. معرفش الشخص اللي قدامي ده بيحبني ولا لا الا لما احطه في موقف واعرف اللي هو هيقف جنبي ولا لا. يبقى الحب زي ما انا قلت لكم، الحب مواقف مش كلام، الحب فعل مش كلام، ما تفرحيش بالكلام. طبعا البرد بقى مجننا كلنا مضيعنا، يعني البرد مضيعنا خالص. الجو صعب جدا لان كمان الشقة مش مفروش لسه فيها السجاد، فاللي هو الدنيا صعبة بجد، يعني بجد والله. الجو ساقع كده، والارض بقى السيراميك اصلا ساقع، فعشان كده قلتلكوا هنبدأ نفرش، وهنفرش الستاير والسجاد بقى والأباليك زي ما قلتلكوا والسفرة والأنتريه، وهنرص النيش مع بعض، وهصور لكم ازاي بنرص النيش مع بعض. طريقة سهلة جدا هيعجبكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم بقى. انا عارفة ان احنا اتكلمنا كتير جدا، بس اتكلمنا في حاجات على فكرة مهمة قوي. والقصة الاولانية قولولي مين الغلطان، واكتبولي بقى في الكومنتات بجد. ولو عايزين اي حاجة او اي فيديو او اتكلم لكم عن اي مواضيع، اكتبولي في الكومنتات وانا اصور لكم، مش هتأخر عنكم. انا اتمنى قناتي دي توصل ل20,000 مشترك. اتمنى اللي هي تكبر، مش بعيد عن ربنا، ومش بعيد عنكم كل حبايبي واخواتي. اتمنى قناتي توصل، واعملوا لي اشتراك وشير عشان خاطر الفيديو يوصل لاكتر حد.
انا نفسي قناة تكبر، ونفسي كله يسمع الفيديوهات بتاعتي، وياريت تقولولي رأيكم فيها. انا بحب جدا جدا، احب اتكلم واحب احكي واحب ان انا اكتب كمان. يعني انا بكتب كلام جميل جدا وقصص. بس الحكايتين اللي انا حكيتهم ديت حكاية حقيقية جدا، وهي صاحبتي. يعني مش اللي انا اقول لكم مثلا رواية او قصة او اي حد بيألفها، لا، دي حكاية حقيقية. ويا ريت تكتبوا لي العمل والحل في كومنت حلو كده. وما تنسوش بقى تعملوا لي شير للفيديو عشان يوصل لاكتر متابع. واتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. عايزه اقول لكم كمان على حاجه. البرد دوت لمو ابتدى برتقال. اشربي عصير برتقال فريش حلو جدا جدا، من غير سكر من غير اي حاجه. امسكي البرتقاله اقسميها نصين وحطيها في العصاره ودوسي عليها، تبدا اللي هي تنزلك عصير البرتقال اللي انت عايزاه. ده عصير البرتقال الفريش، ما بتحطلوش سكر نهائي. بيبقى بجد طعمه حلو جدا، وبيطلع، خلي بالكم، البرد بجد بيطلع البرد، بيخليكي ان انتي مفيش اي حاجة عندك. العصير البرتقال البلدي اصلا على فكرة هو طلع، بس مش عارفة بصراحة سعره كام. لكن البرتقال اللي هو العادي بتاعنا لا، سعره كويس جدا، يعني سعره رخيص وحلو.
فحاولوا دفوا نفسكم ودفوا الاولاد، خصوصا وهم رايحين المدارس او الامتحانات. الدفو حلو جدا عشان خاطر محدش ياخد برد، لان البرد بجد بيجي شديد جدا، بيكسر العظم، بيخليك ان انت مش عارفه تتنفسي، صدرك مقفول دايما. فده كده اكبر غلط. يا ريت بجد بجد تخلي بالكم من نفسكم. اشربوا كل يوم حاجات دافيه كتيره جدا جدا على قد ما تقدري. اشربي حاجات دافيه كتيره قوي عشان خاطر ما يخشش عليكي دور البرد. واولادك برضو يشربوا برضو حاجات دافية كتيرة جدا عشان خاطر ربنا يحفظهم يا رب. كده يا حبايبي الفيديو بتاعنا خلص النهارده، واستنوني ان شاء الله فيديو بقى جديد وقصه جديده وحكايات جديده. وانا عارفه ان انا دوشتكم معايا شويه، بس حبيت ان انا افضفض معاكم. وان شاء الله هنتكلم في حاجات كتيره جدا جدا. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير للفيديو، عشان خاطر انا بجد نفسي قناتي توصل ل20,000 مشترك، ونفسي احقق حلمي. مش بعيد عن ربنا ولا بعيد عنكم. انا بحبكم في الله. ويا ريت تكتبوا لي بقى في الكومنتات زي ما انا قلت لكم مين الغلطان ومين اللي مش غلطان. ولو في اي قصه حابين ان انتوا تسمعوها، انا ممكن احكي لكم حكاوي كتيره جدا. بس انا بحكي حكاوي بتبقى عن الواقع وعن الحقيقه وعن اللي احنا عايشين فيه. استنوني بقى ان شاء الله. كل يوم هنزل لكم فيديو، وهنزل لكم كمان المواعيد بتاعه الفيديوهات لما تنزل، عشان خاطر تكونوا متابعين بقى معايا وكده. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.